سلام الزهرات تامعين، ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم جيت نهضر على موضوع حساس شويه اللي هو عقوق الوالدين وكيفاش نتعاملوا معاهم. يعني كما كاين عقوق الاولاد كاين كذلك عقوق الوالدين. يعني للاسف الشديد كاين بعض الوالدين، نقول بعضها يعني باش ما تلومونيش على التعميم وكامل. انا نقول بلي كاين بعض الوالدين راهم يرتكبوا اخطاء كبيره بزاف. اكبر خطا راهم يديروه هي التفرقه بين الاطفال الاولاد. يعني الوالدين اللي يفرقوا بين ولادهم في العطاء والمشاعر. يعني تلقاهم واحد يحبوه واحد لا، واحد يعاونوه الاخر لا، واحد يبكوا عليه الاخر لا. وغالبا اللي يكون مليح معاهم ويحبهم ويسقسي عليهم هذاك اللي يطيحوا عليه. ما على باليش لا توافقوني الراي ولا لا. هذاك اللي يطيحوا عليه وما يقيموهش وما يحبوهش وما يحوسوش عليه. وهذه النقطه انا والله ما فهمتهاش النقطه هذه. واللي يكون واعر معاهم وما يحوسش عليهم تلقاهم يحبوه ويجروا عليه ويجروا موراه ويعيطوا له ويسقسوا عليه ويبكوا عليه ويديروا له الف حساب. واي حاجه تكون هو الاول، اي حاجه تكون هو اللي يسمع الاول. ما فهمتش يعني تناقض كبير يديروه بعض الوالدين. ما فهمتش اللي راهي فهمني في التعليقات. يعني اللي يحبهم جيب، واللي ما يحبهمش وماشي سامع بهم مد. صح ولا لا؟ ماذا بيا تجاوبوني في التعليقات. الخطأ الثاني اللي راهم يديروه الوالدين للأسف الشديد تلقاو بعض الوالدين ولاو يتبعوا المادة إلا من رحم ربي. يعني نقولها بكل صراحة، الدنيا مع الواقف. تلقاو بعض الوالدين يحبوا وليدهم المرفه ولا بنتهم المرفهة، والقليل ما يشوفوش كامل فيه. ولا راني نكذب؟ قابلوني في التعليقات. يعني بار اكزومبل كي تكونوا زوج بنات متزوجات ولا 3 بنات وتكون وحده لاباس بها، والله غير تجي ضيفه يفرحوا بها ويقضيوا لها ويطيبوا لها والعشاء، يعني ما يخلوا حتى حاجه. ولادها يديروا كيما يحبوا وما كاش اللي يهدر معاهم. راجلها هو الاول اللي يعيطوا له كي تكون كاش حاجه، هو الاول اللي يحضر، هو الاول اللي يسمع. علاش؟ خاطر كي تجيب لهم وتقضي لهم وتمد لهم دراهم وكذا. يعني الدنيا مع الواقف صراحه نقولها بكل صراحه، حتى الوالدين يديروا هكذا. وكي تجي بنتهم اللي ماشي لحقه روحها والله ما يقيموها وما يديروا لها عشاء، ما يقضيوا لها، وزيد طايحين على ولادها يعسوا غير فيهم واش يديروا. وكاين والله غليله مسكينه ما تباتهاش، ما يخلوهاش اصلا تبات، وتقولها يما هدي ولادك وروحي، باباك مريض، باباك كذا، باباك عنده السكر، باباك كي يشوف ولادك يطلع له السكر، ولادك قباح. يعني على اساس خوتها اللي مرفهه ولادها ماشي قباح، ولادها ما يطلعوش السكر. يعني الله غالب هذه هي الدراهم يديروا كلش، دراهم يهبطوا السكر ينحوا الزعاف. بصح هذيك مسكينه اللي ماشي لحقه روحها ولادها يطلعوا السكر، ولادها يديروا لا طونسيون، ولادها يمرضوا. للاسف الشديد كاين هذه التفرقه، هذا الخطا لهم يديروه الوالدين. وكي يكونوا الوالدين هما الاولين اللي يحقروك، ما تستناش يعني خوك ولا اختك تقيمك وتحوس عليك. للاسف الشديد القيمه تجي من عند الوالدين. الا كانوا الوالدين يقيموك كامل باقي الفريق يقيمك، ولا كانوا الوالدين ما يقيموكش وما ماشي معطين لك قصه كما نقولوا، تلقاي باقي الفريق كامل والاعضاء ما يقيموكش. الخطا الثالث اللي يديروه الوالدين، وما تقولوليش علاش راكي تحاسبي في الوالدين وكامل. من حقنا احنا نحاسبوا، ماشي نحاسبوا، من نتكلموا على الاخطاء اللي يديروها الوالدين. الكارثه العظمى اللي انا نشوفها، يعني كارثه عفوا سمحوا لي نشرب شويه ماء. الكارثه العظمى والخطا اللي راهم يديروه الوالدين هو الوالدين اللي عندهم مدخول مادي مليح، اي عندهم الاوتخا تاع الاورو ولا مدخول اخر لاباس بهم يكون عندهم فائض مادي. يعني نقولها بكل صراحه، راكم تفرقوا بواحد الطريقه توجع بزاف. يعني عفوا كي
تقرروا باش تعاونوا ولادكم ولا بناتكم المتزوجين، لازم تعاونوهم بنفس الطريقه، لازم تمدوا كامل كيف كيف ولا ما تمدوش اصلا. انا نقول لكم علاش، لانه التفرقه هذه راهي تغرس الحقد في القلوب والنفوس وتخلق العداوه بين الاولاد بطريقه كارثيه جدا. انا نعرف وحده من العائله تاعي عندها زوج ذراري برك، الوالد متوفي، الام هذه عندها لاغوت خاص تاع الاورو، عندها لاغوت خاص تاع باباها تاع بنات الشهداء، عندها لاغوت خاص تاع راجلها تاع هنايا تاع الجزائر. ربي يبارك لها، مانيش نحاسب فيها. واش دارت؟ راحت دارت وكاله لوليدها الكبير، يعني يرفد كلش ويصرف كيما يحب ويصرف على اولاده ومرته. وليدها الدوزيام ما تمدلو والو، يعني مع انهم متزوجين في زوج وعندهم ولادهم في زوج وماشي لاحقين روحهم في زوج، لكن واحد رفداته ومعاوناته كما يقولوا زايده في كتافه، والاخر ما تمدلو والو، تزيد تزعف عليه وتقول لك ماهوش يسقسي عليا، ماهوش يجيب لي، ما راهش يمد لي. وهذاك الكبير كي يشري لها ويمد لها تظل تشكر فيه، راه رافدني، راه يشري لي، راه يمد لي، يعني تناقض كبير. اذا راه يشري لك ويمد لك يا خالتي سعديه، راه يشري لك ويمد لك من دراهمك، يعني ملحيته بخر له. وهذاك اللي راكي طايحه عليه نون سيلمون ما راكيش تعاونيه وتمديله وتزيدي تضلي تهدري عليه، ما يجيبليش، ما يشريليش، ما يدينيش. تناقض كبير 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 بزاف. وهذا التفرقه خلقت عداوه كبيره بين هادو زوج خاوه، تعادوا هما، تعادوا ولادهم، تعادوا نساهم للاسف الشديد. يعني سحر بي سبحانه وصل الاولاد باش يطيعوا والديهم ووصاهم على حسن الصحبه والعشره، لكن في نفس الوقت الوالدين لازم يعدلوا بين ولادهم. وخير دليل على ذلك أنه جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله اشهد أني أعطيت ابني عطية، يعني ما شفيت لا بستان ولا حديقة ولا. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم هل أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال لا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تشهدني على جور، الجور هو الظلم. إذا يا الوالدين اللي راكو تفرقوا بين ولادكم حرام عليكم، واش راكو ديروا؟ العدل ثم العدل ثم العدل. في نهاية الفيديو كاين نقطة مهمة كامل في هذا الموضوع، هو كيفاش نتعاملوا مع الوالدين مع والدين كيما هذو. أنا نقول لكم بكل صراحة وعن تجربة، لأنه أنا كذلك عشت وحسيت بالظلم تاع الوالدين. أنا نقول لكم أنا شخصيا ضد المقاطعة وضد الهجر، يعني باش تقطع والديك كما يقولوا نهائيا، لا، خطأ. ضد المقاطعة والهجر. الوالدين يبقوا بشر، ما راهمش أنبياء وما راهمش معصومين من الخطأ. عادي أنك تعاتبهم بطريقة لينة وهادئة وتطالب بحقك، والطالب في العدل في المعاملة، والطالب بالعدل عفوا في المعاملة والعطاء. لكن إذا ما وافقوش وكملوا في الطريق تاعهم ما تقاطعهمش، انت دير الواجب تاعك معهم كما قال ربي سبحانه، وهما بينهم وبين مولاهم. وربي يهدينا ويهديهم. اللي راه يعاني من ظلم الوالدين والحقرة والتفرقة ماذا بيا تخلوا لي آراءكم في التعليقات. سلام.